صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيك حلوة قوي، كيكة سريعة وتحفة في الخلاط. في 5 دقايق تحضريها. هقول لكم ازاي تكون تسوية واحدة، ازاي ما تكونش هابطة من جنب وعالية من جنب. هقول لكم ازاي بتكون فاتحة ومش مكتومة ولونها غامق. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة أنا حطيت 4 بيضات، مقدار الصينية 4 بيضات. معايا فانيليا سايلة زي ما انتوا شايفين كده. الفانيليا السايلة أحلى من البودر كتير، يعني بتدي ريحة، الريحة بتاعتها بتبقى ظاهرة شوية، بتطغي طبعا على ريحة البيض والكلام ده. بحط شوية حلوين كده، يعني معلقة كده الصغيرة، بس هي جامدة جدا، البلاستيك بتاعها جامد قوي. بعد كده هنزل بكوباية ونص السكر. طبعا الكوباية اللي هعاير بيها السكر هتعايري بيها اللبن، هتعايري بيها السمنة، اي حاجة سايلة او حاجة جافة بنفس الكوباية. نزلت هنا بكوباية ونص سكر، عليها كوباية ونص لبن، وطبعا اللبن برضو بدرجة حرارة الغرفة. في حاجة بقى عاوزة اقولكوا عليها كده، لما تلاقي الكيكة بتاعتك فجأة بقت عالية ومشققة من فوق، تعرفي كده ان النار عالية عليها، يبقى لازم تهدي عليها النار. خلي بالك من النقطة دي كويس. هنا نزلت بنص كوباية سمن بلدي. طبعا ممكن تحطي زبدة، ممكن تحطي سمن بقري، سمنة جنة، اي سمنة عندك موجودة في البيت. وكمان بتنزلي عليها بمعلقتين زيت. ليه معلقتين زيت؟ معلقتين الزيت بتديها طراوة كده، بتخلي الكيكة طرية وحلوة، ما بتنشفش منك، حتى ما بتحطيها في التلاجة بتفضل طرية وما بتنشفش. نضرب بقى السوائل دي كلها في الخلاط، اللي هي عبارة عن كوباية ونص سكر، كوباية ونص لبن، 4 بيضات، فانيليا سايلة. ولو عندك فانيليا بودرة ما توقفيش نفسك على حاجة، او لو عندك قشر برتقان حطي، او قشر ليمون ممكن، لو ما فيش عندك فانيليا لا ده ولا ده. خلصت انا ضرب السوائل في الخلاط 5 دقايق. طبعا لحد ما اللون بقى فاتح كده زي ما احنا شايفينه. بتجيبوا بولة غويطة شوية وكبيرة عشان تعرفي تضربي فيها الكيكة كويس. نزلت عليها بالسوائل زي ما احنا شايفين كده. المقدار اللي انا هحطه 3 كوبايات دقيق. بتجيبي اي منخل عندك، انا جبت اللي هي بتاعت المنخل، اللي هو الصفاية بتاعت الليمون. بتحطي كوباية الدقيق. كوباية الدقيق لما تنخليها بتطلع هشة، بتبقى حلوة. بتعمليها بالشكل ده. ممكن تلاقي في الدقيق اي حاجة، فلازم تنخلي الدقيق قبل ما تحطيه، وفي نفس الوقت نخل الدقيق بديها يعني نتيجة كويسة. وتحطي اللبن بتاعك دافي. اللبن بيبقى بدرجة حرارة الغرفة. وما تيجي تجيبي صينية تعملي فيها الكيك، ما تجيبيش الصينية اللي هي بتاعة البيتزا، لا، لازم صينية يكون ارتفاعها عالي من الجوانب. وبرضو جبت باكت كيك شيف وحطيته على الدقيق زي ما انا بنخله كده، بس للأسف ما كانش الموبايل بيصور. طبعا اي حاجة عندك، باكت كيك شيف، البيكنج باودر، اللي انت عاوزاه. اخر حاجة بقى اللي هو كوباية الدقيق التالتة. بعد كده بقى بتجيبي مضرب وبالراحة كده، يعني ايه، في الاول بالراحة عشان ما تبهدليش الدنيا حواليكي كده والدقيق ده كله ينزل. بتلميه اول خالص كده الدقيق، لما مجرد ما تحسي ان هو نزل لتحت خلاص، بتبدأي بقى ايه، تضربي بايديكي كده، وما تحاوليش تضربي في اتجاهين، اتجاه واحد، لانك لو عملتي في اتجاهين هتطلعي الهواء اللي في الكيك. اتجاه واحد كده، لليمين يا شمال زي ما انتي عاوزة.
تخلطيه كويس قوي 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 لحد ما تحسي ان مفيش اي تكتلات في الخليط، وتحسي ان هي كريمي، وتحسي ان هي رايقه كده وما فيهاش اي دقيق خالص. خدت مني 10 دقايق. ممكن تعمليها في الخلاط وممكن تعمليها بمضرب كهرباء، مفيش مشكله. كده متهيالي خلاص بقى، يعني بقى لونها كريمي زي ما انتوا شايفين كده، وشكلها كريمي ما فيهاش اي تكتلات. هتجيبي صينيه، طبعا الصينيه اللي انت عاوزاها. لو عندك البخاخه دي بتاعه الزيت حلوه قوي جميله، هي مش غاليه بس بتوفر لك زيت وفي نفس الوقت بتدي نتيجه في الرش. بترشيها من القاع بتاع الصينيه ومن الجوانب. ليه من الجوانب؟ عشان الكيكه لما ترتفع ما تلزقش منك في الجوانب زي ما احنا شايفين كده. ورش الدقيق برضو، السمنه والدقيق ده بيبقى حائل ما بين الكيكه والصينيه عشان ما تلزقش منك. طبعا انا مولعه الفرن قبلها بربع ساعه على درجه حراره 180. بتوزعي الدقيق في الصينيه كلها بالشكل ده، وما تحاوليش تكتري، يعني حاجه بسيطه جدا، يعني معلقه واحده بس. بتيجي بقى بالكيك اللي معاكي بتنزلي في الصينيه وتجيبي الاسباتولا وتنزليها كلها. الاسباتولا دي يعني اختراع حلو قوي يا جماعه، ما بتسيبش اي حاجه، بتنزل كل حاجه جميله قوي قوي. وزي ما احنا شايفين كده جبنا الصينيه وعملناها بالزيت، وبعد كده نزلنا عليها بشويه دقيق وغلفناها من الجوانب عشان الكيكه اما ترتفع ما تلزقش فيها. طبعا ما ننساش اهم خطوة اللي بتخلي الكيكة بتاعتنا لونها فاتح ومش غامق، اللي هي الليمونة. ليمونة كده كبيرة حلوة او ليمونتين صغيرين، وتقومي تعصريهم على الخليط بعد ما بتخلصيه وبتقلبيه كده شوية لحد ما تحسي ان الليمون خلاص دخل جوه الخليط. بعد كده بتعملي الصينية زي ما انت شايفة كده عشان تطلع الهواء اللي فيها، لان الهواء ده لو ما طلعش الكيكه هتبقى كلها مفرغه من جوه، فلازم تعمليها كده 3-4 خبطات حلوين. بعد كده دخليها الفرن على درجه حراره 180. بعد نص ساعه وطي عليها. هي خدت مني 45 دقيقه وده شكلها بعد نص ساعه. ده خلاص بعد 45 دقيقة عملت لها الاختبار بتاع الخلة او اختبار السكينة، لقيتها ناشفة خلاص كده. خلاص الوش حلو قوي. طلعتها من الفرن سبتها نص ساعة لما بردت تماما. بعد كده قلبتها على طبق زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله لونها جميل جدا، واخده لون حلو مش متبهدله. شكلها رائع. سبتها لما تبرد وبعدين قلبتها على الطبق، ولما بردت تماما قطعتها وكلها مستوى واحد، مش هابطه من ناحيه وعاليه من ناحيه. لونها حلو قوي قوي. شايفين شكلها ازاي؟ وهشه جدا جدا وطريه وعامله زي السفنجه. ممكن تعمليها بالبرتقال، يعني مثلا بدل ما تحطي الحليب حطي برتقال. ممكن تعمليها بأي عصاير تانية زي ما انت عايزة. ريحتها تحفة جدا جدا يعني، واسفنجية قوي قوي، كانت هشة على الاخر. وممكن تعمليها برضو تورته، كانت جميلة قوي قوي وريحتها حلوة ولونها حلو، مش غامقة ومش مكتومة. وهشة على الاخر وسهلة وطرية وهشة جدا جدا، ولونها جميل قوي قوي وسهلة، ومفيش اسهل من كده. بس اهم حاجة خلي بالك من بعض حاجات بتبقى سبب في نجاح الكيك. وما تنسيش الليمونة، لان الليمونة بتساعد على تفتيح الكيك.
والبودر تحاولي انك تنخليه، والدقيق لانها برضو بتخلي الكيك هشة. وقبل ما تدخليها الفرن لازم تشغلي الفرن قبلها ب10 دقايق او ربع ساعة، درجة حرارة عالية في الاول، بعد كده بتوطي بعدها بنص ساعة. الكيك تطلع تحطيها تسيبيها في الصينية نص ساعة، ما تحاوليش تحطيها على طول في طبق عشان بتبقى لازقة. وده شكلها قطعتها، طعمها حلو قوي قوي، شايفين لونها فاتح ازاي وارتفاعها ازاي. طبعا لما بتسيبيها بتبرد تماما بتقطعيها وتحطيها في علبة تكون محكمة في التلاجة، ما تحطهاش كده في التلاجة لانها ممكن تنشف منك، لازم يكون علبة محكمة. ايه رأيكم؟ مش هستاهل لايك؟ يلا بقى اجبروا بخاطري ولايك واشتراك للقناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل.